الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي وحبايبي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع حل تقييم الأسبوع 11 صفحة 45 و46. أولا السؤال الأول من نص في الحديقة، استمع إلى النص ثم أجب. نص الاستماع في الحديقة بيقول: أنا أسامة وهؤلاء جيراني وأصدقائي حسام وسارة، وهذه أمي الحبيبة. اتفقنا جميعا أن نهتم بنظافة شارعنا وبالحديقة القريبة من بيتنا. فكرنا في تجميل الحديقة والاهتمام بها، فجمعنا إطارات قديمة وبعض الأخشاب. ساعدنا الآباء في صنع أرجوحة خشبية جميلة، وثبتنا الإطارات في الأرض وصنعنا منها مقاعد نجلس عليها. أصبحنا نلعب معا في الحديقة ثم نتعاون في تنظيفها. ومن الجميل أننا عندما نتعاون في تنظيف الحديقة يأتي أطفال آخرون ويأتي بعض الكبار أيضا ويساعدوننا. ما أجمل التعاون. السؤال الأول: ضع علامة صح أمام الجملة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الجملة الخاطئة. اتفق أسامة وأصدقاؤه على الاهتمام بنظافة الشارع والحديقة. زي ما بيقول الإجابة صحيحة. ففي النص بيقول: أنا أسامة وهؤلاء جيراني وأصدقائي حسام وسارة، وهذه أمي الحبيبة. اتفقنا جميعا أن نهتم بنظافة شارعنا وبالحديقة. يبقى الإجابة صحيحة. استخدم الأطفال الأوراق القديمة لتزيين الحديقة. الإجابة خاطئة. طبعا هنا بيقول لك جمعنا إطارات قديمة وبعض الأخشاب في تجميل الحديقة. يبقى الأوراق القديمة لا، إطارات قديمة. الإجابة خاطئة. تخير الصواب مما بين القوسين. الذي اتفق مع أسامة على الاهتمام بالحديقة: الآباء ولا الأصدقاء ولا الجيران ولا المعلم؟ بيقول لك ساعدنا الآباء في صنع أرجوحة قديمة. يبقى الاهتمام الذي اتفق مع أسامة هم الآباء. هم مين؟ هم الآباء. جمع الأطفال لتجميل الحديقة. جمعوا إطارات قديمة وأخشاب ولا ألعاب جديدة ولا زهورا كثيرة؟ طبعا بيقول لك هنا جمعنا إطارات قديمة وبعض الأخشاب. يبقى إطارات قديمة وبعض الأخشاب. صنع الآباء من الأخشاب. الآباء صنعوا من الأخشاب لعبة ولا مكتبة ولا أرجوحة خشبية؟ بيقول لك هنا جمعنا إطارات قديمة وبعض الأخشاب. ساعدنا الآباء في صنع أرجوحة خشبية جميلة. يبقى لعبة ولا مكتبة ولا أرجوحة خشبية؟ أرجوحة خشبية. المجموعة رقم ب من نص في الحديقة. طبعا هنعاود على النص تاني. بيقول: أنا أسامة وهؤلاء جيراني وأصدقائي حسام وسارة، وهذه أمي الحبيبة. اتفقنا جميعا أن نهتم بنظافة شارعنا وبالحديقة القريبة من بيتنا. فكرنا في تجميل الحديقة والاهتمام بها، فجمعنا إطارات قديمة وبعض الأخشاب. ساعدنا الآباء في صنع أرجوحة خشبية جميلة، وثبتنا الإطارات في الأرض وصنعنا منها مقاعد نجلس عليها. أصبحنا نلعب معا في الحديقة ثم نتعاون في تنظيفها. ومن الجميل أننا عندما نتعاون في تنظيف الحديقة يأتي أطفال آخرون ويأتي بعض الكبار أيضا ويساعدوننا. ما أجمل التعاون. السؤال الأول: ضع علامة صح أمام الجملة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الجملة الخاطئة. أسامة يعيش وحده في بيت بعيد عن الجيران. طبعا لا، بعيد عن الجيران. فبيقول لك أنا أسامة وهؤلاء جيراني وأصدقائي. يبقى الإجابة خاطئة. فكر الأطفال في تزيين الحديقة القريبة من بيوتهم. بيقول لك اتفقنا جميعا أن نهتم بنظافة شارعنا وبالحديقة القريبة من بيتنا. يبقى الإجابة صحيحة. الآباء لم يشاركوا الأطفال في أي عمل. طبعا الإجابة خاطئة. بيقول لك هنا ساعدنا الآباء في صنع أرجوحة. تبقى هنا الآباء شاركوا، يبقى الإجابة هنا خاطئة. وبقول لك لم يشاركوا، يبقى الإجابة خاطئة. تخير الصواب مما بين القوسين.
عندما تعاون الأطفال في التنظيف لم يأتي أحد، ولا جاء أطفال وكبار يساعدونهم، ولا جاءت أسرهم؟ طبعا بيقول لك هنا، بيقول لك صنعنا ثم نتعاون في تنظيفها. بيقول لك ومن الجميل أننا عندما نتعاون في تنظيف الحديقة يأتي أطفال آخرون ويأتي بعض الكبار. يبقى هنا جاء أطفال وجاء كبار يساعدوننا. من المتحدث في النص؟ اللي بيتكلم في النص مين؟ حسام ولا سارة ولا أسامة؟ اللي بيتكلم عن نفسه طبعا في النص أنا أسامة وهؤلاء جيراني. يبقى اللي بيتكلم مين؟ حسام ولا سارة ولا أسامة؟ طبعا أسامة. اتفق أسامة وأصدقاؤه على تنظيف الشارع والحديقة، ولا اتفقوا مع بعض على اللعب فقط، ولا على السفر معا؟ لا، اتفقنا جميعا أن نهتم بنظافة شارعنا وبالحديقة القريبة من بيتنا. يبقى اهتموا على تنظيف الشارع والحديقة، وليس على اللعب فقط أو على السفر على السفر معا. بعد كده المجموعة رقم ج من نص في الحديقة استمع إلى النص مرة أخرى ثم أجب. بيقول لك أنا أسامة وهؤلاء جيراني وأصدقائي حسام وسارة وهذه أم الحبيبة، اتفقنا جميعا أن نهتم بنظافة شارعنا وبالحديقة القريبة من بيتنا. فكرنا في تجميل الحديقة والاهتمام بها، فجمعنا إطارات قديمة وبعض الأخشاب. ساعدنا الآباء في صنع أرجوحة خشبية جميلة، وثبتنا الإطارات في الأرض وصنعنا منها مقاعد نجلس عليها. أصبحنا نلعب معا في الحديقة ثم نتعاون في تنظيفها. ومن الجميل أننا عندما نتعاون في تنظيف الحديقة يأتي أطفال آخرون ويأتي بعض الكبار أيضا ويساعدوننا. ما أجمل التعاون. فالتعاون صفة جميلة. السؤال الأول: ضع علامة صح أمام الجملة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الجملة الخاطئة. صنع الأطفال مقاعد من الإطارات القديمة. صنعوا مقاعد. بيقول لك هنا وثبتنا الإطارات في الأرض وصنعنا منها مقاعد نجلس عليها. يبقى الإجابة صحيحة. لم يشارك أحد في تنظيف الحديقة سوى أسامة. طبعا الإجابة خاطئة. بيقول لك هنا طبعا ساعد أسامة وساعد الآباء في صنع أرجوحة خشبية جميلة، وكلما ينظف يأتي أطفال آخرون يأتي بعض الكبار. يبقى الإجابة خاطئة. كل الناس شاركت في هذا التعاون. النص يدعو إلى التعاون والمحافظة على النظافة. نعم، الإجابة صحيحة، لأن النص هنا إن أسامة وجيرانه وأصدقائه وحسام وسارة وأمه اجتمعوا مع بعضهم على نظافة الشارع والحديقة القريبة من بيتنا. بعد كده بيقول لك هنا تخير الصواب مما بين القوسين. شعر أسامة وأصدقاؤه بعد أن أصبحت الحديقة جميلة. شعروا بإيه؟ بالتعب ولا الإرهاق ولا الفخر والسعادة ولا الثقة والغرور؟ طبعا بعد ما لقوا المكان جميل ونظيف تبقى شعروا بالفخر والسعادة. حتى التعب، حتى لو كانوا شافوا التعب زال عندما رأوا المكان جميل ونظيف. يجلس زوار الحديقة بعد تجميلها، بيجلسوا على مقاعد من الإطارات ولا على الأرض ولا فوق الأشجار؟ لا، ثبتوا الإطارات في الأرض وصنعوا منها مقاعد. يبقى الإطارات، يبقى عملوا مقاعد من الإطارات. تجميل الحديقة احتاج من الأصدقاء والأهل إلى أموال كثيرة ولا خامات متعددة ولا إعادة استخدام بعض الأشياء؟ طبعا هم إعادة استخدام بعض الأشياء. طبعا إلى هنا نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.